السلام عليكم، أنا عبد الرحمن إبراهيم. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا لكل شخص مهتم وبيبحث عن أي شهادات تطوع عشان يقوي السي في بتاعه ويتقبل في أي منحة بكل سهولة، أو عشان شغله، أو عشان أي حاجة عايز يقوي بيها السي في. الجميل جدا في الفرصة اللي جايبها لكم النهاردة بتاعة التطوع إنك هتتطوع وإنت في البيت. يعني بعد ما بتختار اللجنة اللي إنت عايزها، هقول لحضراتكم على حوار اللجان اللي معانا النهاردة بعد دقيقة بالظبط. بعد ما بتختار اللجنة اللي انت عايزها براحتك اللي انت عايزه، بتعرف المطلوب منك، وبعد ما بتعرف هتعمل ايه بيبقى ليك الحرية في اختيار الوقت المناسب لك. يعني مثلا عايز تعمل التاسك اللي مطلوبة منك الصبح، بالليل، الفجر، بتعملها في الوقت اللي يناسبك انت. ما بيبقاش في وقت محدد ليك، انت اللي بتحدد الوقت بنفسك. فده الجميل في الموضوع، انك مش مرتبط بمواصلات ولا بوقت معين ولا كل الحوارات اللي بتضايقك دي. مثلا انت لو متطوع مع مؤسسة، ولا كل شوية هتنزل وتروح مواصلات والميعاد وتتأخر، لا، انت هنا هتتطوع من البيت وبكل سهولة. وطبعا بتاخد شهادة بعد كل سيكشن، وكمان جوائز كتيرة تثبت انك اتطوعت معاهم وتقوي السي في بتاعك عشان تتقبل او تقدم في الحاجة اللي انت عايز تقدم فيها. وطبعا اكتر ناس هتستفاد من الحوار ده اخواتنا بتوع المنح اللي بيدوروا على شهادة تثبت انهم متطوعين. ان شاء الله الفيديو ده هيساعدكم بكل سهولة. وطبعا كل ده زي ما قلت لحضراتكم بدون اي مجهود خالص. فدي الميز، وفي غيرها كتير جدا اللي هتكون متاحة ليكم لو انت اتطوعت مع فريق على الواتس. وهتبقى انت زي اللي نزل وتعب، لانك انت قاعد في البيت وده نزل وطلع عينه، بس انت خدت شهادة وهو خد شهادة. الفرق ما بينكم انك هنا قاعد في البيت وبتعمل في الوقت اللي يناسبك، مش ملزم بوقت. وطبعا من ضمن المزايا انك بتتطوع مع التيم، بيبقى متاح لكم كورسات كتيرة جدا بره بتبقى بفلوس كتيرة، ولكن بتاخدوها جوه التيم مجانا للمتطوعين بس. وغيرها كتير جدا جدا من المزايا هتعرفوها لما تتطوعوا مع اي كوميونتي. الكوميونتي اللي معانا النهاردة اسمه مبادرة سلام. الجميل جدا في مبادرة سلام انك هتتطوع معاهم بكل سهولة، ومش هتبقى محتاج انك تخرج ولا تنزل عشان تتطوع في اي مؤسسة. نصيحة مهمة جدا قبل ما اقول لحضراتكم عن حوار اللجان ده، لو انت اول مرة تسمع عن حوار العمل مع كوميونتي زي ده، بص، هو الحوار مش عايز خبرة ولا اي حاجة غير انك تحاول تفهم هم عايزين ايه بس. بص هديلك مثال، انا متطوع اصلا مع الكوميونتي ده اللي هو مبادرة سلام، وفي كوميونتي كمان متطوع معاه اسمه سكيلز اريا. حاليا بالنسبة لمبادرة سلام انا متطوع في لجنة الكونتنت رايتر. وفي الاول انا ما كنتش فاهم اي حاجة خالص، وكنت متوتر ومتشتت انا مش ايه بقى الكونتنت رايتر وايه الحاجات دي كلها. فانا كل اللي عملته بكل بساطه، هم منزلين فورم تخش تملاها فيها اسمك ورقمك وكم معلومه عنك كده وسنك، وبيسالوك كام سؤال عشان يعرفوا عنك اكتر ويعرفوا انت عايز تخش في انهي لجنه معاهم. طبعا لينك الفورم اللي مبادره سلام عاملينه عشان تتطوعوا معاهم هسيبه لكم في اول تعليق وفي الوصف، وهو موجود داخل الكوميونتي نفسه. وهسيب لحضراتكم لينك الكوميونتي في الوصف مع الفورم بتاع التطوع. المهم بالنسبه للكونتنت رايتر، هو عباره عن ان الليدر او المشرف بتاع الكوميونتي بيبعت لي مثلا رساله. لو هما مثلا في ايفنت هيعملوه، مثلا ده مثال، يعني في ايفنت هيعملوه عن البرمجه، فالمشرف بيبعت لي رساله بيقول لي الميعاد الايفنت والسن اللي المفروض يحضره والمجال برمجه يعني في ايه بالظبط، سايبر سيكيورتي، جافا سكريبت، عن اليو اكس يو اي، ايه نوع المجال، الاي اي، اني مجال من مجالات البرمجه. وبيبعت لي كام معلومه صغيرين بس. انا مهمتي بقى ان انا اكتب رساله جذابه تخلي اللي هيقراها كل كلمة تبني على اللي قبلها فتجذبه أكتر وتخلي عنده فضول يكمل الرسالة للآخر. أنا بقى بعمل ده بإيموجي، مثلا بكلام جذاب عشان اللي يقرأ يحضر الإيفنت. فدي مهمة الكونتنت رايتر مثلا، وده مثال وببعته للمشرف ده. ده بالنسبة للكونتنت رايتر. وطبعا باقي اللجان كده. أول لجنة معانا في مبادرة سلام وهي عن الكونتنت رايتر، وشرحتها لحضراتكم واللي بيحصل فيها. وطبعا هسيب لحضراتكم لينكات الكوميونتي ولينك الفورم بتاع التطوع والمجاميع دي كلها في اول تعليق وفي الوصف. تاني مجموعة معانا وهي عن التسويق. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني انت مش محتاج تتعلم التسويق بقى وكورسات وحاجات من دي. الموضوع ببساطة انك بتقدم في الفورم اللي انت داخل فيها اللي قلت لحضراتكم عليها وهسيبها لكم في الوصف. ولما بيبعتولك وبيكلموك وبتتفقوا مع بعض، بيبعتولك اصلا هم كام مجموعة تماركت جواهم. هو الماركتينج ده ايه؟ ان انت بتعلن عن مبادرة سلام جوه المجاميع التانية عشان الناس التانية تعرف مبادرة سلام. فهم بيبعتولك كام مجموعة تعلن عنهم. ده بالنسبة للواتس والتليجرام.
وطبعا كل وسائل التواصل الاجتماعي. فالشغل بيبقى متقسم على حسب كل فرد بيتعامل مع ايه. مثلا في ناس مثلا معاملتها مع الواتس والتليجرام اكتر، فدول بيبقوا ماسكين الواتس والتليجرام. في ناس مثلا على التيك توك والانستجرام والماسنجر والحاجات دي فهم بيبقوا ماسكينه. في ناس على اليوتيوب فهم بيبقوا ماسكين اليوتيوب. فانت بتبقى على حسب انت بتتعامل مع ايه اكتر، وعندك خبرة مع اني اب اكتر. هم بيقسموا الشغل على حسب النقطة دي يعني. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين هو المشرف بياخد اللي الكونتنت رايتر بيعمله. الناس بتوع الكونتنت رايتر بيكتبوا المحتوى او السيشن الجديد اللي هينزل او اي حاجة يعني ايا كانت، زي ما شرحت لحضراتكم في الاول. بيقوم المشرف واخدها بعتها لبتوع الماركتينج. بتوع الماركتينج بيماركتوها او بيعملوا لها ماركتينج يعني في كل المجالات. فهي دي وظيفة الماركتينج بكل سهولة. تالت مجموعة معانا وهي عن التصميم الجرافيك ديزاين، وطبعا نفس الحوار باقي المجاميع. رابع مجموعة معانا وهي عن تعديل الفيديوهات المونتاج يعني. بالنسبة للفيديو اديتنج هو نفس حوار برضو الماركتينج والكونتنت رايتر، بس بالنسبة للتصميم والمونتاج الناس بتوع التصميم والمونتاج بيبقى محتاجين المواقع اللي هم يعرفوا يعملوا عليها زي كانفا وكاب كات وغيرهم كتير. فالاشخاص دي بيبقى متاح لهم البرامج دي مجانا. المشرفين هم اللي بيبقوا دافعين الفلوس وفاتحين لهم البرو بتاع البرامج دي. وطبعا البرامج غيرها كتير جدا اللي بتوع التصميم والمونتاج بيبقوا محتاجينها تبقى متاحة ليهم مجانا. خامس مجموعة معانا وهي عن التنظيم. وطبعا الناس بتوع الاورجنايزيشن من اهم الناس داخل الكوميونتي ده، لان الكوميونتي بغيرهم هيبقى كوميونتي بايظ وملهوش اي لازمه. لان المجموعه دي هي المسؤوله عن كل شيء داخل الكوميونتي ده، لانهم بينظموا كل حاجه داخل الكوميونتي. من غير الناس دي طبعا الكوميونتي هيبقى بايظ خالص، لانهم مسؤولين عن التنظيم للمجموعات، او طبعا بيتعاملوا مع وورد واكسل. وطبعا يعني كل كوميونتي على حسب هو بيتعامل مع ايه وهم متفقين على ايه. واخيرا وليس اخرا، اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات، واكتبوا لي في التعليقات برضو عايزين الكوميونتي الجاي عن ايه وايه التخصص اللي حضراتكم عايزينه. ولو اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.